يعدون عدتهم في كل صباح وهم على موعد مع الإنسانية لإنقاذ أرواح جديدة، محاولين الإطاحة بالزمن للوصول قبل الموت لإنقاذ من يطلبون النجاة، حيث تقوم طواقم جمعية الهلال الأحمر بتقديم الخدمات الإسعافية ونقل الحالات المرضية من قطاع غزة يومياً عبر معبر بيت حانون باتجاه مستشفيات القدس الشرقية أو الضفة الغربية. بنشتغل لنقل الحالات المرضية في قطاع غزة، من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون باتجاه المستشفيات في القدس الشرقية أو في المستشفيات الإسرائيلية وحتى مستشفيات الضفة الغربية، لتخفيف العبء عن مستشفيات قطاع غزة ونقل الحالات التخصصية للمستشفيات حسب التنسيق اللي بتعمله وزارة الصحة الفلسطينية لهؤلاء المرضى. ينطلقون يوميا ليصارعون اللا-إنسانية مع محتل لا يتهاون في استخدام كافة السياسات القمعية دون مراعاة للحالات الصحية الصعبة، بإجبارهم على الانتظار ساعات طويلة على المعبر في أيام الحر والقر والتحقيق مع المسعفين والمرضى بفظاظة، ليعرقل عمل كل من الهلال الأحمر والمستشفيات في نقل واستقبال الحالات المرضية. تواجهنا مشكلة أساسية في هذه الأعداد المرضى، عدم انتظام أعداد المرضى، بمعنى أنه السلطات الاحتلال يعني لا تعطي التصاريح في مواعيدها، أحيانا نستقبل أعداد أقل من المتوقع، أحيانا أعداد كبيرة، وبالتالي هذا يسبب ثقل على كاهل المستشفى من ناحية توفير الأماكن، وأن المستشفى حتى لو كان مليان لا يمكن إعادة هؤلاء المرضى إلى قطاع غزة. نظراً للظروف الاجتماعية والسياسية التي يعاني منها قطاع غزة، تعمل طواقم الهلال الأحمر على نقل الحالات المرضية يومياً عبر معبر بيت حانون لتخفيف العبء عن مستشفيات القطاع من خلال تنسيق وزارة الصحة الفلسطينية مع إسرائيل. لعبت جمعية الهلال الأحمر دورا هاما في العدوان الأخير على غزة في نقل الحالات المرضية والإصابات إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية بالرغم من محدودية إمكانياتها وبالرغم من السياسات القمعية التي تتعرض لها وتعاني منها من قبل الاحتلال. من أمام مقر جمعية الهلال الأحمر في البيرة لتلفزيون القدس، رباع عياش.